الدنيا تخربت بعد ظهور الهاتف. كل من هب ودب يحمل هاتف ويبدأ بالتصوير ويصور بطريقة همجية. هو يعني في ضميره في عقله أنه يفعل في الخير، لكن هو يعتدي على حريات وعلى قوانين وعلى حرمة وأسرار الناس. لا، لا يا أيها الحيوان، لا. أنت يجب أن تحترم حرمة الناس. لا يحق لك بأي وجه كان أن تصور إنسان بدون إذنه وبدون موافقة كتابية أو يعني دليل أنه يسمح لك حتى الجريمة اللي تصورها، الدليل المصور لا يأخذ به القاضي. شوفوا في فتيات يقومون بتصوير الشباب خارج. أنت تقومين بجريمة لمنع جريمة، لا يحق لك. الناس اللي في المقبرة، هذه المغتربة المسكينة، هجموا عليها مثل، يا سبحان الله، قريش. حتى قريش كانت عندهم تجارة وكانت عندهم احترام وكان عندهم احترام للمرأة. هجموا عليها راح يأكلوها، وكأنها هذه السيدة هربت للحفاظ على دينها من أوروبا. هربت من أوروبا فوجدت أبو جهل en personne. وجدت أبو جهل بذاته هنا، وداروا بها كامل ويصوروا والفتاوي، واسترها رب المسكينة كان سيحدث لها مثل ما حدث لجمال بن إسماعيل الشاب اللي في تيزي وزو رحمة الله عليه. ما هذا الرعب؟ ماذا يحدث في المجتمع؟ ماذا يحدث في بلادي؟ يا إلهي. أنا كنت نظن أن الفيسبوك راح يربي الناس وراح تتعلم وراح ترتقي، لأنهم يشوفوا في المنشورات، يشوفوا في البطاقات هذيك المكتوب فيها تعاليم ودروس الحياة، يسمعوا فيه أشعار الفيسبوك، فيه فيديوهات تثقيفية، فيه قنوات تثقيفية. وكأن كل هذه القنوات وكل كتب وكل ما قرأوا في المدارس وما يعني في المساجد ذهب كله هباء منثورا. كل ما صرفته الدول العربية من أجل تربية الشباب والشابات ذهب هباء منثورا، وأنتجوا جيلا فارغ معنويا وروحيا. إذا لم تحترم لا تحترم. إذا لم تحترم حريات الناس لا تحترمك الناس. أكرر، التصوير أنك تصور إنسان بدون علمه، حتى متزوجين. نعطيكم مثال: متزوجين ينصب كاميرا لزوجته بدون علمها. أوكي، ينصب لزوجته كاميرا بدون علمها في غرفة النوم، وتقوم المرأة بالخيانة ويأخذ ذلك الفيديو للقاضي. القاضي لا يعترف به. لماذا لا يعترف به؟ لأنه الزوج ارتكب جريمة، أنه صور إنسان بدون علم. وجريمة تثبت بطريقة جريمة الخيانة تثبت بطريقة ضابط الشرطة القضائية يحضر ويشاهد بأم عينه واقعة الخيانة. حتى ولو يأتي مثلا يجدهم يشربون في القهوة، ليست جريمة. أو يأتي للبيت يجد الرجل يأكل في البطاطا مسلوقة في البيت، ليست جريمة. يجب أن يحضر ضابط الشرطة القضائية، وليس شرطي، ضابط الشرطة القضائية، ويعاين الجريمة الخيانة بعينيه ويثبتها في محضر، وإلا لن تقوم الخيانة.
أما التسجيلات والتصوير نو نو بيب، لا يأخذ بها القاضي. هذا فقط لتنوير الجمهور، لتنوير الناس حول خطورة تصوير الناس بدون علمهم. وناس آخرين يفتحوا في الصفحات، يفتحون الصفحات والمحاربة، يعني قبضوا عليهم مؤخرا صفحات لمحاربة آه، عصابات الأحياء. من خولك أيها الأحمق، من خولك لكي تعاقب الناس بدل السلطة القضائية؟ الناس اجتمعوا ووضعوا سلطة يدفع لها الأموال اسمها السلطة القضائية، والشرطة لمتابعة المجرمين، والقاضي تدفع له الدولة لكي يحاسب الناس وفقا للقانون. أما أنت في صفحتك لا يحق لك أن تنشر لا صورة، تتكلم حقيقة، تتكلم عن الجرائم، تتكلم عن، لكن لا يحق لك أن تنشر صور الناس بدون علمهم، أو تنشر أسماءهم بدون أن يكون عندك دليل. إذا عندك مثلا رأيت جريمة، أو رأيت، يعني كنت بطل خارق ورأيت جريمة أردت التغيير، اتصل بالشرطة. الشرطة عندهم الطرق لكي يحققوا في الجرائم. ما هذه الهمجية؟ ما هذا يا هذا؟ يا رب ارحمنا، يا رب، يا رب ارحمنا، يا الله، يا الله ارحمنا.